تلعبت الويكاند هذا مباريات الجولة 7 إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. جولة تسجل فيها 19 هدف، النصيب الأكبر منهم كان للنادي الإفريقي اللي ينتصر بخماسية لأول مرة منذ 2015. انتصار عريض كان للنادي الإفريقي على النجم المتلوي في أولمبي رادس، فريق باب جديد يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى عن طريق حمزة الخضراوي اللي يرجع للتهديف بعد صيام 374 يوم. فراس شوات يزيد يعزز مكانه في صدارة هدف البطولة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة حاسمة من أسامة السهيلي، ويسجل زاد الهدف الخامس في المباراة في الدقيقة الثانية بعد 90 بعد هدف غيث الزعلوني في الدقيقة 84 وهدف أيمن الحرزي اللي يسجل أولى أهدافه مع الفريق في الدقيقة 76، والهدفين كانوا بتمهيد من حمزة الخضراوي. حمزة الخضراوي بجاوبك في كلمتين: الخدمة والصبر. وقت اللي الناس الكل ممكن يشكك في حمزة الخضراوي، مهمتنا الأولى احنا كإطار فني هو منح الثقة التامة. وهكا النادي الإفريقي يوصل للمباراة رقم 15 توالياً دون هزيمة، وهي سلسلة اللا هزيمة الأطول في البطولة منذ موسم 2007-2008. في التوقيت نفسه نهار الأحد الترجي يرجع من باجة بانتصار ثمين على أولمبي الجهة بنتيجة 3-0، يعزز به مكانه في صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة، ويأكد به على قوة هجومه اللي يوصل 39 هدف في الموسم الحالي. أهداف سجلها كل من جاك ديارا اللي يوصل الهدف الرابع مع الترجي، كسيل أبو عالية اللي يمضي على واحد من أجمل أهداف البطولة بعد تنفيذ المخالفة مباشرة في الشباك، وأشرف الجبري يوقع على الهدف الثالث في دقيقة 71. Quand on voit un Boïla et un Jabri qui rentrent et qui marquent, ça fait toujours plaisir. Félicitations à tout le groupe. انتصار الترجي يعمق به جراح مضيفه الأولمبي الباجي اللي يعاني نزيف النقاط في المركز 14 برصيد 18 نقطة. في الطيب المهيري النادي الصفاقسي ينتصر على ضيفه مستقبل جابس بهدف عمر بن علي اللي يوصل الهدف الثامن في الموسم الحالي مع فريق باب الديوان. وفي المرسى المستقبل ينقاد للهزيمة قدام الملعب التونسي نهار السبت برباعية للبقلاوة سجلها كل من أمان الله الحبوبي، يوسف السعفي، وائل الورغمي، والوافد الجديد يوسف الضفلاوي اللي يفتتح سجله التهديفي مع فريق باردو. في أولمبي سوسة النجم الساحلي ينتصر على ضيفه مستقبل سليمان بهدف عكسي سجله ببكار ديارة ضد مرماه في الدقيقة 62، يحقق به الإتوال الانتصار الثالث ليه توالياً، ويجمد به رصيد مستقبل سليمان في حدود 13 نقطة في المركز الأخير. وفي عاصمة الجلاء الاتحاد المنستيري يقتسم النقاط مع مضيفه النادي البنزرتي بعد التعادل السلبي، وكانت هي المباراة الوحيدة اللي انتهت دون أهداف في الجولة الماضية، والثانية اللي تنتهي بالتعادل بعد مباراة الترجي الجرجيسي والشبيبة القيروانية اللي تلعبت نهار الجمعة في جرجيس وانتهت على نتيجة هدف لكل طرف. نهار الجمعة زيدا شبيبة العمران يرجع للانتصارات بعد الهزيمة ضد النادي الإفريقي، ويربح الاتحاد الرياضي ببن قردان بهدف ثاني سجله أنور الجويني في الدقيقة 4 بعد 90 بعد ما كانت النتيجة آيلة للتعادل بهدف لمثله.